وخلينا صراحة مع بعض كده، مين فينا ما اتعملش معاه كده؟ مين فينا ما عاش في نفس التفاصيل دي؟ طبعا مع اختلاف السيناريوهات. مين فينا حب ان هو يكون كذا وقال له ما ينفعش تكون كذا، انت لازم تكون كذا؟ مين فينا قال انا مش عاوز ادخل المكان الفلاني او مش عايز ادخل الجامعة الفلانية، قال له لازم تكون هنا، ما ينفعش تروح حتة تانية؟ احنا صرفنا عليك كل ده عشان تقول في الاخر اروح الحتة الفلانية؟ وما تدورش على امثلة كتير، فتش حواليك، دور جوه نفسك، بصي على نفسك كده من بعيد، دوري على اللي اتفرض عليكي زمان، حسيتي انك بتتأيدي بيه، بتتربطي بيه، مش قادرة تخرجي منه. خلاص لما حسيتي انه بقى امر واقع فاستسلمتي ورضيتي. تعالى اسأل الجانب تاني، مين اللي بيعمل كده مع اولاده دلوقتي؟ خوفك عليهم وتوجيهك ليهم هو في مصلحتهم، مفيش شك، بس اسمعيهم الاول. ممكن تكون اللي انت بتدفنيه جواهم هو ده سبب في نجاحهم اصلا. كل بني ادم ربنا خلقه له ميزه في حته معينه، الميزه دي مش عبث ولا حاجه كده وخلاص. ربنا سبحانه وتعالى ما نميز كل شخص عن التاني، جعله مميز لسبب. ما اخدش انا السبب ده وارميه ورا ظهري، او اخدش الميزه دي وادفنها وكانها مش موجوده علشان امشي بخط معين احقق طموح واحلام ناس قبلي اصلا شايفينها فيا. طب انا فين؟ انا مين؟ انا عاوز ايه؟